والله يا ابو الكباتن انا ما عارف اقول ايه. منتخب مصر ده المنتخب الوحيد اللي عنده الوحده الوطنيه زايده شويتين ثلاثه. لا 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 دي زايده قوي. قال ايه؟ مش عاوزين نسجل في منتخب الكويت الشقيق. في إيه يا جدعان؟ ما انتوا هتسجلوا امتى؟ كل الهجمات دي مش عارفين نسجل، تجي لك ركله جزاء تضيعها. انت هتكسب امتى طيب؟ وكنت مراهن جدا ان احنا هنلبس جون، وفعلا دخل فينا جون. اللعيبه بتوصل بس ما بتعرفش تسجل. انا مش فاهم ايه المشكله في ايه يا جماعه، انتوا ما بتتدربوش ولا ايه؟ طيب الشوط الاول بس لو احنا كنا خلصنا كل الفرص اللي جات لنا دي كان ممكن نطلع جايبين 3 4 اجوان. ليه استنى وليه اضيع وفي الاخر يدخل فيا جون وابتدي العب واجتهد علشان بس اتعادل؟ لا، ومحمد شريف وهو خارج ما كانش عاجبه، كان بيعترض كمان على حلمي طولان. ده غير لما جات لنا ركله الجزاء الثانيه لقيت اللعيبه كلها عاوزه تشوطها. قفشه ماسك الكوره، مروان حمدي عاوز ياخدها منه، فجاه تلاقي الكوره مع السوليه. فيا جماعه ما حد فهمنا في ايه. بدايه طبعا مش كويسه ابدا. منتخب مصر بيتعادل مع الكويت 1-1 في مباراه عكس المجريات تماما. منتخب مصر في بدايه المباراه كان مستحوذ، فجاه استقبل هدف والاداء تراجع جدا. كانت كمان في مباراه ما بين منتخب المغرب ومنتخب جزر القمر، المباراه اللي فيها منتخب المغرب فاز بالمستريح قوي 3-1. واللي لاحظته ان منتخب المغرب سجل الثلاث اهداف من عرضيات، هدفين بالظبط من كورنر وهدف فيهم من لعب مفتوح ولكن بعرضيه. ده معناه ان المنتخب المغربي العرضيات بالنسبه له زي ركلات الجزاء كده، وكان واضح ان المغرب كان عندها افكار وعندها جمل بتحاول تكررها كتير. منتخب جزر القمر مش المنتخب العملاق قوي يعني، ولكنه منتخب مجتهد، كان باين في ارض الملعب ان هو كويس، انتشاره كويس، بيلعبوا كوره كويسه، ولكن طبعا انت قدام المغرب يعني. ففوز المغرب 3-1 وكان ممكن كمان يضاعف النتيجه لولا بس الفرص اللي ضاعت. طبعا بدايه ولا اروع للمنتخب المغربي، وشكلها كده بطوله مولعه.